كتاب راديو القاهرة الكبرى يقدم كتاب في حياتي. منى عبد الوارث، ماهر عواد، وياسر المطعني. أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج كتاب في حياتي. تحدثكم نادية هاشم، باحثة الدكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الآداب جامعة القاهرة. في حياة كل باحث كتاب تأثر به في مجال تخصصه، وهناك كتب عدة قد تأثرت بها، ولكن من أهمها الكتاب الذي سأتناوله اليوم معكم، وهو كتاب تاريخ الفكر الإسلامي للدكتور عصام عبد الرؤوف الفقي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، وهو كتاب موسوعي عدد صفحاته 545 صفحة، مقسم إلى 5 أبواب، وكانت طبعته الأولى سنة 1997. مبدئيا يتسم أسلوب الكتاب بالسهولة حتى يتسنى لأي شخص غير متخصص قراءته، كما يتسم بالدقة في جمع المعلومة والنظرية الشمولية للتاريخ والحضارة الإسلامية، ويحتوي على عدد من الأبواب. أما عن الباب الأول يتحدث فيه المؤلف عن أسس ومبادئ الإسلام من بداية مفهوم الوحدانية وكيفية انتشار الإسلام في الدول مثل مصر والأندلس وآسيا الصغرى والصين والمغول وأفريقيا وروسيا. كما تحدث المؤلف عن انتشار اللغة العربية، وألقى الضوء على مصادر التشريع الإسلامي وهي القرآن الكريم والسنة النبوية والاجتهاد والقياس. أما الباب الثاني فهو عن النظم الإسلامية كالنظام السياسي، والذي يتحدث فيه عن الخلافة والوزارة، والنظام الإداري يتحدث فيه عن البريد والشرطة. كما تناول النظام القضائي والذي يتحدث فيه عن الحزبة، كما تناول أيضا النظام الحربي. أما الباب الثالث فتناول الحياة الاقتصادية والمظاهر الاجتماعية مثل الزراعة والصناعة والتجارة والمعاملات المالية، كما تناول عناصر السكان والمرأة وأثرها في المجتمع الإسلامي، كما تناول أيضا الكلام عن الفنادق وأنواع التسلية كالغناء وغيره. أما الباب الرابع فتكلم فيه المؤلف عن مظاهر الفكر الإسلامي كعوامل انتشار الحياة الفكرية، وتحدث فيه عن المكتبات والكتب وتقسيم العلوم في الفكر الإسلامي، وتحدث عن كل علم على حدة، وأفرد له صفحات حيث تناول أهم علماء كل علم وأهم إنجازات المسلمين في ذلك العلم، كعلم الفقه والحديث والشعر والموشحات وعلم التاريخ والكلام والطب والصيدلة والكيمياء والفلك وعلم الحيل أو الميكانيكا والموسيقى والتصوير وغيره. أما الباب الخامس والأخير فتناول الدعوة الوهابية والفكر الإسلامي الحديث وتعليم البهائية والثورة الإيرانية والماسونية والاستشراق بجميع مدارسه والأقليات المسلمة في العالم حاليا. والكتاب هنا بمثابة نافذة على تاريخ الفكر الإسلامي تجذب القارئ الغير متخصص لقراءته، وهو ما نجح فيه مؤلفه الذي تتلمذ على يديه عدد كبير من الأساتذة المتخصصين في التاريخ حاليا في جامعات مصر والعالم العربي، وله عدة مؤلفات هامة في التاريخ والحضارة الإسلامية. وفي كتابه تاريخ الفكر الإسلامي ابتعد المؤلف عن النمط التقليدي في دراسة الحضارة الإسلامية، فهو هنا يربط الماضي بالحاضر، وربط بين حاضر المسلمين وماضيهم، وقارن بين مسلمي اليوم ومسلمي العصور الوسطى بصورة نابضة بالحياة تفيد القارئ العام والمتخصص على السواء، وتفتح المجال لمزيد من الدراسات. وقد أظهر الكتاب من خلال صفحاته أن الإسلام أحيا في العرب طاقتهم الكامنة ووحد شملهم، كما أثبت أن الثقافة الإسلامية لم تكن أبدا جامدة، بل اندمجت مع الثقافات الأخرى في كل فروع العلوم. ثم أنتج المسلمين تراثا إسلاميا أفادت منه أوروبا والعالم أجمع، وأن الإسلام لم ينتشر أبدا بحد السيف،
كما روج المستشرقون، وأن البلدان المفتوحة كانت تخير بين الإسلام أو دفع الجزية، حيث مارس سكان هذه البلاد شعائرهم الدينية بحرية كاملة. ولقد استفدت على المستوى الشخصي من هذا الكتاب كثيرا، حيث كانت فكرة رسالتي الماجستير تخرج من بين سطوري، وكان لهذا قصة طريفة معي. فحينما كنت أبحث عن موضوع لرسالة الماجستير قرأت في كتاب تاريخ الفكر الإسلامي، والذي وجدته مستفيضا في موضوعاته كلها فيما عدا تناوله العلم الحيل أو الميكانيكا. فقلت في نفسي مدام دكتور عصام رحمه الله لم يتناول هذا في كتابه فهو لم يكتب فيه أحد. وفعلا عندما بحثت لم أجد إلا قليل أو نادر من كتب عن تاريخ الميكانيكا أو علم الحيل. فكانت رسالتي الماجستير عن تاريخ علم الحيل في العصر العباسي الثاني. فنعم، كتاب تاريخ الفكر الإسلامي هو كتاب هام في حياتي، تأثرت به، وهناك غيري من الزملاء الذين تأثروا به، ولهذا أدعوكم جميعا لقراءته والاستفادة من كمية المعلومات الكبيرة التي يحتويها هذا الكتاب، والتي حتما ستغير نظرتكم للتاريخ. وفي النهاية أشكر فريق العمل في برنامج كتاب في حياتي على تلك الاستضافة الكريمة، كما أشكر حضراتكم على حسن الاستماع. دمتم بخير. كان معكم نادية هاشم. كتاب في حياتي، مع تحيات ماهر عواد.